العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المخصص لتلقي شكايات وملاحظات المستهلكين بشأن تموين الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وبحماية المستهلك. المزيد في ريبورتاج مها جمال ويوسف أحمد. إطلاق العمل بالرقم الهاتفي الوطني 5757 المعمم بكل إقاليم وجهات المملكة في وجه المواطنين للإبلاغ عن شكاياتهم وتقديم ملاحظاتهم عن كل ما يرتبط بالأسواق وحماية المستهلك بمناسبة شهر رمضان. الرقم الهاتفي مفتوح طيلة أيام الأسبوع من 9 صباحا إلى 6 مساء، تتلقى من خلاله الخلية المكلفة حتى إشعارات حالات الغش والممارسات التجارية غير المشروعة والمنافسة غير الشريفة. هذا يمكن المستهلكين وعموم المواطنين أنهم يتصلوا مباشرة بخلية تلقي الشكايات المختصة المتواجدة على مستوى عمليات الرباط، وذلك بطبيعة الحال من أجل تمكين هؤلاء المواطنين وعموم المستهلكين أنهم يقدموا الشكايات ديالهم والملاحظات ديالهم بشأن تمويل الأسواق والأثمان والجودة وسلامة المنتجات الاستهلاكية وظروف تحضيرها وتخزينها وعرضها كذلك للبيع وباقي المجالات المرتبطة بتنظيم الأسواق وحماية المستهلك. عمالة الرباط بدورها تلقت ومنذ مستهل الشهر الفضيل ما يزيد عن 89 مكالمة، 73 منها تتعلق بمجال حماية المستهلك، 45 بلغت عن الممارسات التجارية غير القانونية، فيما تمت معالجة 42 مكالمة عبر التدخلات الميدانية للجان مراقبة الأسعار والتموين. كنتلقاو الاتصالات من قبل المستهلكين. المرحلة الأولى هي التواصل الإداري مع المستهلك، حيث نحاولوا كنديروا واحد عملية تصنيف للمكالمة أو مضمون المكالمة، إذا ما كانت عبارة عن شكاية أو تبليغ أو مجرد تساؤلات واستفسارات يطلب من خلالها المستهلك الحصول على مجموعة من المعلومات. بعد الانتهاء من المكالمة نقوم بدراسة مضمون المكالمة من جديد، ونقوم بعدها إما إحالتها على لجان ميدانية على مستوى عمالة الرباط، أو إذا كانت تتعلق باختصاص ترابي خارج عمالة الرباط نقوم بإحالتها وإرسال الشكاية إلى العمالة أو الإقليم المعني، وإذا كانت الشكاية تتعلق باختصاص خارج عن اختصاصنا الموضوعي نقوم كذلك بإحالة الشكاية إلى الجهات المختصة خصوصا المصالح اللامركزية على مستوى عمالة الرباط. كما يتم تزويد النظام المعلوماتي المركزي المخصص لهذه الخدمة والتابع لوزارة. في مباراة ريال مدريد الأولى في دوري أبطال أوروبا موسم 2025/26 أمام أولمبيك مارسيليا على ملعب سانتياغو برنابيو، شهدت الدقيقة 59 مشهدا غير معتاد. كان من المقرر أن يدخل إبراهيم دياز بديلا عن فرانكو ماستانتونو، إلا أن المدرب خافي ألونسو أوقف التغيير فجأة في تصرف مفاجئ أدهش الدولي المغربي الذي عاد للجلوس على دكة البدلاء ثم استئناف التسخينات. ألونسو استشار بعدها طاقمه الفني ليقرر إدخال لاعبين بدلا من واحد، حيث دخل إبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور معا، ربما تفاديا لإثارة غضب النجم البرازيلي. لكن اللافت للنظر هو موقف إبراهيم دياز نفسه الذي يبالغ في التواضع ولا يفرض شخصيته، حتى أن المدرب لم يكن ليتجرأ على مثل هذا التصرف مع لاعب آخر أكثر ثقة وحضورا. هذا يسلط الضوء على حاجة اللاعب المغربي إلى تعزيز ثقته بنفسه وإظهار شخصيته داخل الملعب بدل الاكتفاء بالانتظار والتواضع الشديد.